السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي نعمل وصفة سريعة وبسيطة. معايا طاسة على النار فيها شوية من الزيت، هنزل كده بقى بطماطماية وبصلاية وقرن فلفل بقى حامي بارد براحتك خالص. هديهم تشويحة مع بعض كده، أنا مش بس بحمرهم، أنا بس بخليهم كده يندمجوا مع بعض. بجد تحفة وسريعة جدا. شوية مكرونة هتاكليهم خطيرة بجد يا جماعة. بص بقى كده هنزل بقى بمعلقة صلصة، هديهم تشويحة مع بعض، وهنزل بقى بملح وفلفل أسود ورشة بسيطة من السكر ورشه بسيطه من الكزبره والكمون. زي ما انتم شايفين، عايزين تحطوا مرقه براحتكم خالص، بس انا مش بستخدمها. هديهم تشويحه مع بعض، وبعد كده هنزل بقى بكميه المكرونه اللي انتوا عايزينها. زي ما انتم شايفين كده، دي حوالي كانت كوبايه من المكرونه. هديهم تشويحه مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالميه السخنه. لازم تنزلي عليهم بالميه السخنه وتغطي كده المكرونه كده بالميه السخنه. واول ما تغلي هعملها زي الرز، هوطي عليها كده لحد ما تستوي. بصوا الجمال، بجد هتبقى احلى وانضف من اي كيس اندومي ممكن تيجي تعمليه. بجد لو جربتوا الطريقه دي مش هتسيبوها خالص، وكل يوم هتعملوا نفس الوصفه دي. تصد معاكم بقى جوع اخر الليل، ممكن بقى كده عايزه تتغدي اكله كده خفيفه وسهله زي ما انتم شايفين كده، او بقى ما تتشرب كده وتستوي. وانا سبت منها فيها كده شويه صوص بسيطه كده. حطيت عليها بقى شويه شطه كده، عشان لو ما بحبش الشطه ما تحطيش في الشطه ذات نفسها فيها. انا بقى حطيت شويه شطه كده. بصوا بقى الجمال والتحفه، مع شويه مخلل ولا بطاطس محمره. بجد خطيره خطيره.